هذه اول مره كنصور شي فيديو انا حشمان، والله الا حشمان، ماشي حشمان من الكاميرا او لا منكم او لا من شي حاجه، ولكن حيت هذا السيد بزاف ما عرفتش اصلا حتى منين نبدا، لأن هذا السيد أسطورة مغربية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عبقري من العباقرة الكبار. السيد تسبب في انتحار جنرال أقوى ثالث جيش في العالم بسبب المعركة اللي طحن فيها الجيش الإسباني وخرجوا كفتة. تشي جيفارا تيقول على هذا السيد أنه هو اللي علمه فن حرب العصابات. مو سي تونغ مؤسس الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم تيقول أن هذا المغربي وسطر لي على المغربي هو الملهم والقدوة ديالو. هاد السيد خلى اسبانيا تطلب وتتزوج فيه، ياخد شحال ما بغا ديال الفلوس غير باش يبعد ما على طريقهم، ولكن والو، قال لهم بت هنا، ما بغيت منكم والو، بغيتكم غير تخرجوا لي من ارضنا. عند المغاربه تيتسمى اسد الريف، وعند الريافه تيتسمى سيدي محند، عند العرب تيتسمى قاهر الصليبيين، وعند الغرب تيتسمى مخترع فن حرب العصابات. اكثر من 100 كتاب اجنبي تكتبوا عليه، وما نعرف شحال من كتاب عربي. شكون غادي يكون هذا السيد من غير الاسطوره محمد بن عبد الكريم الخطابي، قاهر القوات الاسبانيه والفرنسيه في المغرب. عام فن الحرب اللي اخترعه ما زال يتقرأ الى يومنا هذا في ارقى المدارس العسكريه حول العالم. ولكن بلاتي إذا كان هذا السيد بهذا الفخامة وهذا العظمة كلها، علاش تيقولوا عليه أنه كان انفصالي؟ علاش شحال هذه ملي كنا تنقراو التاريخ والجغرافيا كانوا حاطين تصويرته صغيرة في الجنب ديال الصفحة وكاتبين عليه بطل معركة أنوال وجوج سطور وصافي، في الوقت اللي كنا كنقراو فيه درس قدو قداش على اغتيال ولي عهد النمسا وصكوك الغفران وداك الشيء اللي ما عنده حتى شي علاقة بالتاريخ ديالنا. علاش تيقول على محمد بن عبد الكريم الخطابي انه كان متعاون مع الاستعمار واخا سحقهم في شحال من معركه؟ والاكثر من هذا شنو يخليو بعض الناس يتمادوا ويمشيو يقولوا كاع بان هذا السيد كان خائن بالرغم من انه بطل من الابطال الكبار ديال المغرب. في هذا الفيديو غادي نعرفوا كل شيء، ما عليك انت غير تصبر معايا في البدايه باش ان شاء الله تعرف كل شيء في النهايه. قبل ما نبداو الاخوان بغيت نطلب منكم واحد الحاجه، انا ما عمرني طلبت منكم شي حاجه ولا بلاتي يمكن طلبت منكم شي حاجه، ولكن ماشي مشكل حتى لا طلبت، راه ما كنطلبش من شي واحد براني، حنا عائله وخوت في هذه القناه. ولكن في هذا الفيديو بالاخص غادي نطلب منكم تكثروا لينا من الكومونتيرات ومن الجيمات باش كلشي يعرف شكون هو هذا البطل وعلاش تيشوه الصوره ديالو. ما عرفتي ما تكتب في الكومونتيرات، كتب اي حاجه تترحم بها على جميع المقاومين المغاربه اللي قدموا الغالي والنفيس في سبيل تحرير هذا الوطن. وصلي على النبي ويا الله بينا نبداو على بركه الله. محمد بن عبد الكريم الخطابي تزاد عام 1981 في مدينه اجدير القريبه من الحسيمه. اذا كانت كل الطرق الاوروبيه تؤدي الى روما، فكل الطرق الريفيه تؤدي الى اجدير اللي كتعتبر هي الوسط ديال الريف. الاب ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي كان حريص كل الحرص، يتربى ولده تربيه دينيه اسلاميه لا تشوبها شائبه. داكشي علاش غادي نلقاوه مباشره من بعد ما حفظ ولده محمد بن عبد الكريم الخطابي السنحيف غادي يصيفطو لتطوان يقرا شويه ديال الدين، ومن ثم غادي يمشي لجامعه القرويين في فاس، الجامعه اللي تيقول عليها محمد بن عبد الكريم الخطابي في المذكره ديالو انها خيبه ظنه بزاف من غير العلوم الشرعيه وداكشي اللي متعلق بالدين. كل حاجه كانت تتقرا في جامعه القرويين كانت متخلفه جدا. فغادي يقرر انه يمشي يكمل قرايته في مدينه سلامانكا الاسبانيه. من بعد 3 سنين غادي يرجع محمد بن عبد الكريم الخطابي في سنه 1907 اجازه في القانون الاسباني. شنو تيعني هذا الشيء؟ تيعني ان محمد بن عبد الكريم الخطابي ما عمره قرا شي حاجه عندها علاقه بالمجال العسكري، وحتى الخدمه اللي خدمها منين رجع ما كان عندها علاقه لا بالسياسه ولا بالمجال العسكري. منين رجع خدم كمترجم عند الاداره الاسبانيه في مليليه، بحكم انه كان كيتقن العربيه والريفيه والاسبانيه بنفس الطلاقه، كان كيهضر بهم في حال ما كاينش مشكل. وكان خدام حتى استاذ للمسلمين اللي كاينين في مليليه، وزيد عليها خدمته كصحافي في جريده التليجرام الريف. بالمناسبه كتعتبر محمد بن عبد الكريم الخطابي هو اول صحفي في تاريخ المغرب. وماشي غير هذا الشيء، في سنه 1913 غادي يتم التعيين ديالو كقاضي القضاة بظاهر شريف وبامر من المقيم العام الاسباني. دابا ركز معايا مزيان في اللي جاي. الحدوث هذه المرحلة كيتفقوا المؤرخين كلهم على أن لا عبد الكريم الخطابي الأب ولا محمد بن عبد الكريم الخطابي ما كان عندهم حتى مشكلة مع الإدارة الإسبانية. عبد الكريم الخطابي كان محايد، ما هو مع الإدارة الإسبانية
ما هو ضدها. ولكن الابن ديالو محمد بن عبد الكريم الخطابي كان تيشوف انه يمكن يكون تعايش مع الاداره الاسبانيه والاصلاحات اللي تديرها، خصوصا منين فتحت مدارس خاصه بالمسلمين في مليليه. كان تيشوف انه ممكن يكون واحد التعايش سلمي ما بين الاسبانيين والمغاربه، كيف ما كان واحد التعايش سلمي ما بين المغاربه واليهود المغاربه. وماشي مشكل انك تستفد من الخبره الاسبانيه في جميع المجالات، وهذا الشيء تيبان في الكتابات ديالو في جريدة إل تيليغراف الريف، خصوصا أن الوجود الإسباني في الريف ذاك الفترة كان تيقتصر على مليلية واحد شوية ديال المناطق دايرين بها. ولكن غادي يوقعوا جوج ديال الأحداث غادي يبدلوا كل شيء. غادي يبدلوا الموقف ديال عبد الكريم الخطابي من المحايد إلى المقاوم، والموقف ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي غادي ينتقل من الإيجابي إلى التصادم ثم الحرب. الموقف الاولي كان من بعد الحرب العالميه الثانيه، نبدا محمد بن عبد الكريم الخطابي تعلن في الكتابه ديالو في جريده إل تيليغراف الريف على التعاطف ديالو مع المانيا في الحرب العالميه الاولى، حكم ان العثمانيين الدوله المسلمه كانت متحده مع المانيا في هذه الحرب، وحيث هو اصلا محمد بن عبد الكريم الخطابي من البدايه ديالو كان يدعو الى السلام وكان ضد الحرب. هذا الموقف السياسي اللي عبر عليه محمد بن عبد الكريم الخطابي غادي يخلي الاداره الاسبانيه تلفق له تهمه التآمر مع العدو. هذه التهمه كانت الاداره الاسبانيه ولا الفرنسيه تلصقوها لاي واحد ما بغاش يتعاون معهم باش يحبسوه، وداك الشيء اللي داروا مع محمد بن عبد الكريم الخطابي غادي يحبسوه بهذه التهمه لمده 11 شهر. هذا 11 شهر ديال الحبس حاول يهرب فيهم الخطابي بزاف ديال المرات، ولكن ولا مره من ذيك المرات ما نجح في الهروب، لدرجه انه في بعض المحاولة من ذوك المحاولات هرس رجليه بجوج ولكن بدون فائده. هذه الفتره اللي دوزها محمد بن عبد الكريم الخطابي في الحبس والتهمه اللي تلصقت ليه ظلما وعدوانا غتبين له ان هذيك الشعارات اللي ترفعوها الدول الاستعماريه من اصلاحات وتقدم وكذا 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 ما هي الا اوهام ما عندها حتى شي علاقه بالحقيقه. الحقيقه هما انهم كيبغيو يخدموا المصالح الاقتصاديه ديال دولتهم الام فقط، وهذا الشيء غادي يزيد يتاكد ليه مع الحدث الثاني اللي تيتمثل في محاولة إسبانيا التوسع في الريف وفرض سيطرتها على جميع مناطق شمال المغرب. هذه المحاولة التوسعية غادي يرفضها سكان منطقة الريف بصفة عامة، وسكان قبيلة بني ورياغل بصفة خاصة. بني ورياغل اللي كانت هي أكبر قبيلة ريفية وأكثرهم نفوذا. هذه قبيلة بني ورياغل كان حاضر منها عبد الكريم الخطابي الأب، وكان هو القاضي ديالها بظهير شريف من عند السلطان الحسن الاول، وكان في نفس الوقت هو امغار ديال هذيك القبيله. بالنسبه اللي ما تعرفش شنو هو امغار هو الكبير ولا القائد ديال ديك القبيله. تختاروا هذيك الناس ديال القبيله بيناتهم، وكل القبائل الريفيه ولا ديال الاطلس المتوسط ولا ديال الصحراء تيكون عندهم امغار ديالهم. المهم في هذه الفتره بداو الاسبانيول تعتقلوا بعض الرجال قبائل بني ورياغل وتنشروا شائعات تتقول ان الخطابي متواطئ مع الاداره الاسبانيه وكيعتبر فرض سيطرة إسبانيا على جميع مناطق شمال المغرب. ما فيهاش مشكل، بالعكس حاجة زوينة وفيها الخير للريف. عبد الكريم الخطابي طبعا ما عجبوش هذا البلان وبدا تيجمع الناس في السوق والجوامع من أجل المقاومة المسلحة. جمع 200 مقاتل ومشاو حصروا واحد المنطقة الاستراتيجية التي يتمركز فيها العدو سنة 1920، ونجحوا في محاصرة هذيك المنطقة حصار مشدد، ما خلاو لا طير يطير ولا سيرا يسير لمدة 20 يوما. نهار 21 من هذاك الحصار شنو غادي يوقع؟ غادي يمرض فجأة عبد الكريم الخطابي، ومن بعدها مباشرة غادي يموت. كيفاش مات؟ شنو وقع له؟ مات مسموم من عند الإدارة الإسبانية بأيادي مغربية. الخونة وما أدراك ما الخونة، ما كاينش اللي خرج علينا ولا خرج علينا من غير الخونة. إسبانيا من بعد هذا الحدث تقريبا فرضت السيطرة ديالها على جميع مناطق شمال المغرب، تطوان والنواحي ديالها، الناظور وما جاورها، وطنجة اصلا كانت منطقه دوليه. بقى لهم غير ثوره الريسوني في شفشاون، وهذا المشكل ديال قبائل بني ورياغل في الريف اللي كانت تشوف الاداره الاسبانيه انه مشكل بسيط مادام مات عبد الكريم الخطابي راس الحربه. بان لهم انهم تهناو غير شي مده قصيره بقياده الجنرال سيلفستري اللي دوز حياته كلها في الحروبات، وغادي يكون شمال المغرب عندنا في الجيب. ما كانوش عارفين ان السبوعه واخا تيموتوا تيخليو الشبل ديالهم، الشبل الذي لم يروض، ويمكن أن يطور ويتجبر ويتكبر على أعتى الضباع وإن اجتمعت عليه لكي يصير أسدا يملأ مكان أبيه. أول حاجة قرر يديرها باش يمشي في هذا المخطط هو يجمع جميع قبائل الريف تحت راية واحدة، راية المقاومة، لأن يد وحدة ما تتصفقش، بوحدو ما عنده ما يدير. ولكن المحاولات ديالو لجمع هذه القبائل كلها باءت بالفشل، لأن هذه القبائل كانوا غارقين مشاكل غير ما بيناتهم.
على الارض ولا على الماء ولا على حاجات اخرى. واصلا ملي كان تيقول لهم اننا غادي نوقفوا في وجه الاسبانيول، غادي نوقفوا في وجه اقوى ثالث جيش في العالم، كانوا تيقولوا له كيفاش غادي نديروا ليها هذه، كيفاش غادي نعملوا لها، حنا ما عندنا سلاح، ما عندنا جيش نظامي، ما عندنا والو. الخطابي كان كيقول لهم باللي انا راه عندي خطه غادي نحاربوا هذا الجيش بالسلاح ديالو. هذه الخطه اللي كان داير محمد بن عبد الكريم الخطابي كانت تجيهم شويه صعيبه باش تتحقق، ويمكن كانوا تيقولوا مع راسهم باللي هذا كيخربق وصافي ما يمكنش تصدق ليه. وهنا صافي محمد بن عبد الكريم الخطابي غادي يتاكد ان هذوك 300 واحد اللي جمع هما اللي عطى الله في هذه الساعه، ما يمكنش يجمع اكثر. وحتى العامل ديال الوقت ما كانش في الصالح ديالو باش يزيد يقنع ناس اكثر، لان الاحتلال الاسباني كان تيزيد يتعمق اكثر واكثر نهار على نهار في المناطق الداخليه ديال الريف. محمد بن عبد الكريم الخطابي باش يخلي هذه القبائل يتحدوا بيناتهم بلا كثره الهضره، فشنو غادي يدير؟ غادي يبين لهم بالافعال باش يقتنعوا انه ماشي غير داوي خاوي وصافي، وانما عارف راسو شنو تيدير. كيفاش غادي يبين لهم؟ غادي يبين لهم من خلال الهجوم على واحد المنطقه كانوا الاسبانيول عاملين فيها قاعده عسكريه ظهر اوبران بشكل مفاجئ. نهار ديال الهجوم الجنود الاسبانيول مريحين مجمعين بيناتهم، حتى تلقاو ريافه تيخرجوا من بين الشجار بداك الجلابه ديالهم بحال الجنون. قبل ما يستوعب الجند الاسباني شنو وقع تلقى راسو وصل للاخره. هذا الهجوم المفاجئ اسفر عن مقتل نصف الحميه العسكريه الاسبانيه في ذاك البلاصه، والاهم هو ان الغنيمه ديال الاسلحه والمدافع كانت ثمينه. السلاح ديال الاسبانيول اللي غادي يحاربوا به الاسبانيول كيف ما قال لهم في البدايه. المؤرخ الاسباني تعتبر ان هذه معركه دهار اوبران هي اول معركه حربيه في التاريخ تيخسرها الاسبانيول في المغرب، والاثر النفسي ديال هذه المعركه كان كبير بزاف، حيث مباشره من بعد هذه المعركه غادي تبدا القبائل الريفيه تنضم لمحمد بن عبد الكريم الخطابي، وغادي يطلع عدد المقاتلين الريفيين ل1000 مقاتل، طيور جهنم، الخونه. بطبيعه الحال وصلوا هذه الخبيره للجنرال سيلفستري والاداره الاسبانيه، مشاو قالوا لهم احق عبد الكريم الخطابي راه يجمع القبائل ديال الريف وعوالين باش يحاربوكم. انا طبعا الاداره الاسبانيه ما يمكنش باش يقتلوا محمد بن عبد الكريم الخطابي بالسم كيف ما قتلوا باه، لان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. غادي يلتجئوا لخطه جديده، غادي يحاولوا يغريو محمد بن عبد الكريم الخطابي بالفلوس. غادي يصيفطوا ليه مبعوث تيقول ليه باللي الاسبانيول تيعرضوا عليك تاخذ 20 مليون بالسيطه، بالاضافه لتدريب وتجهيز هاد السكان ديال الريف باش يكونوا واحد الجيش تحاربوا به الفرنسيس، وحتى حنا معاكم غادي نحاربوا فرنسيس، غير عطينا شويه ديال الاتساع، خلينا نسيطروا على منطقه شمال المغرب كيف ما بغينا. وبما ان محمد بن عبد الكريم الخطابي كان ضارب سنوات مع الاسبانيول وقرا عندهم، كان عايق بهم وبفعالهم، وكان عارف انه واخا ما ينجحوش يرشيوه هو غادي يقدروا يغريو شي قائد من القبائل الريفيه الاخرى ولا شي حد من اصحاب النفوس الضعيفه. داكشي علاش محمد بن عبد الكريم الخطابي غادي يدير واحد الاجتماع مع الجنود ديالو قاده القبائل، وغادي يقول لهم باللي غادي نطبقوا الشريعه الاسلاميه، اللي قتل غادي يتقتل، واللي خان غادي يتفضح، واللي دار غادي يدار ليه، باش بلا ما توقع الخيانه بيناتهم. الا في مشى شي حد زعما خان ولا شي حاجه يكون عارف بان المسار ديالو راه ما غاديش يكون مزيان. اما الرد ديالو الجنرال سيلفستري على هاد 20 مليون بالسيطه فكان بالفعل وليس بالقول. غادي يهجم محمد بن عبد الكريم الخطابي للمره الثانيه على الجيش الاسباني في واحد البلاصه قريبه لانوال، الهجوم الذي اسفر عن مقتل 314 جندي اسباني. وغادي يوصل صدى هذا الانتصار الى جميع قبائل شمال المغرب وراكليه الفرجه. جميع قبائل الريف وجباله انضموا لمحمد بن عبد الكريم الخطابي في مقاومه الاحتلال الاسباني. غادي يكون محمد بن عبد الكريم الخطابي واحد المجلس غادي يسميه مجلس القبائل. كان الدور ديالو والغرض منه هذا المجلس هو تحويل جميع صراعات ومشاكل هذه القبائل نحو المقاومه المسلحه للاستعمار. ولكن ما تسمعش باللي جميع القبائل يسحب لك راه جمعوا شي جيش من شي 70,000 ولا 50,000 واحد. راه بعد التجمع ديال هذه القبائل كلهم يلاه كان عندهم 3000 مقاتل فقط. الجنرال الاسباني قرر ينتقم من عبد الكريم الخطابي وريافه بسبب هذه الاهانه اللي تسبوا فيها للجيش الاسباني. صيفط نداء لملك اسبانيا الفونسو الثالث عشر وطلب منه يدعم افراد الجيش باش يسالم على المقاومه الريفيه نهائيا. بالفعل تم إمداد الجنرال سيلفستري بجيش جرار قوامه 60,000 جندي نظامي. وصافي الجنرال سيلفستري خدا 25,000 مقاتل من هذاك 60,000 اللي جاو، وقرر أنه غادي يحتل مناطق الريف كلها. غادي يمشي من سيدي إدريس الأنوال لتفرسيت. هذه الخبيرة وصلت لعبد الكريم الخطابي فارسل المبعوث ديالو الجنرال سيلفستري قال له شوف سميتك نهار عليك الشيطان،
راه الا درتي داكشي اللي ناوي عليه راه ما تلوم غير راسك. انا راه باري منك وقد انذر من انذر. الجنرال سيلفستري طبعا ما عجبوش هذا التهديد، كيفاش مجموعه ديال الريفيين الهمجيين المتخلفين يهددوني انا فخامه الجنرال سيلفستري اللي حياتي كلها حرب في كوبا والفلبين. رجع قول ليه ما هي غير ايامات، وغادي نشرب اتاي في الدار ديال باك عبد الكريم الخطابي من بعد ما ندمك على النهار اللي قررتي انك تتحداني فيه. جمع سيلفستري العده والعتاد وانطلق نحو منطقه انوال اللي كلها جبال. قسم عبد الكريم الخطابي ذاك 3000 مقاتل اللي كانوا عنده المجموعات، شويه هنا وشويه لهيه وشويه الفوق وشويه لتحت. خلى واحد المجموعه في المقدمه، هذيك شويه ديال الروافع اللي كانوا في المقدمه غير شافهم الجنرال سيلفستري والجنود اللي معاه اعطى الاوامر للجنود ديالو باش يبداو يقصفوهم بالمدافع. بدات ديك المجموعه ديال الروافع اللي في المقدمه تطيري بالقرطاس بالمكحلات وتترجع اللور، تضرب وتترجع اللور، بقات غاديه راجعه بحال خايفانين. والاسبانيول كانوا فرحانين حيت المقاومه الريفيه مع البدايه ديال المعركه بداو تيهربوا. بقاو غاديين داك المجموعه ديال المقاتلين الروافع باللور لور غاديين راجعين، وسيلفستر والجنود ديالو تابعينهم حتى غادي وصلوا للمنطقه اللي كان خاصو عبد الكريم الخطابي يوصلهم ليها. فجأة كيلقى الجنرال سيلفستري والجنود اللي معاه 25,000 جندي راسهم محاصرين من كل الاتجاهات من كل جهة وطريق. تيجيو يضربوا بالسلاح والمدافع ديالهم جهة الشمال، تيلقاو القرطاس جاي من جهة الجنوب، تيقلبوا المدافع والمكحلة ديالهم جهة الجنوب، تيخرج لهم بنادم من الشرق. تيبغيو يتحاربوا معاهم في الشرق، شويه تيخرج لهم من الغرب، وهم يربجوهم شويه تيبانوا لهم في القاع، شويه في الراس شويه في الوسط. تقول هاد الجنود الاسبانيول غير محاربين مع العفارت ولا الجنون. هاد الروافه رونوهم ديال بصح داروا لهم فحال شي كماشه بقوه هذاك الحصار اللي داروا عليهم، وما كاينش الماء في ديك المنطقه، ما كاين والو. على داك الشيء عبد الكريم الخطابي جارهم حتى لديك البلاصه، غادو يضطروا هذوك الجنود الاسبانيول انه يشربوا البول ديالهم من كثره العطش. حاشاكم يا ودي شكون كان غادي يشرب اتاي في دار الخطابي صدقتي يشرب. معركة أنوال تقتل فيها أكثر من 13,000 جندي، وداق فيها مرارة الهزيمة الساحقة. جيش نظامي معدات حربية متقدمة مكون من 25,000 جندي، جرى فيها مرارة الخسارة قدام عزيمة الرجال. 3000 مقاتل ما عندهم والو من غير المكوحلة سلاحهم، والكرموس اليابس وخبز الشعير طعامهم، وقلب من هند ما عمرو يتصدى. من سالت المعركة لقى عبد الكريم الخطابي راسو عنده علام ديال السلاح والمدافع، 20,000 بندقية و2000 مدفع وملايين ديال الخراطيش وسيارات وشاحنات والدواء وبزاف ديال التخربيق. المهم معدات عسكرية اللي ممكن انك تنشأ بها جيش ديال دولة من الزيرو. فشنو دار بها عبد الكريم الخطابي هذه المعدات؟ هذه المعدات كون بها عبد الكريم الخطابي جمهورية الريف، جمهورية بدستورها بعملتها بكل شيء ديالها. اذا عبد الكريم الخطابي كان انفصالي كيف ما كيقولوا، حيت راه كون دوله في وسط دوله، جمهوريه الريف وسط المغرب. الحقيقه ماشي هذه، الحقيقه ماشي بهذه البساطه. الحقيقه هي ان المغرب كان مقسم واحد التقسيم شيطاني ما يطيحش على ابليس النحيس. الشمال ديال المغرب خداتو اسبانيا، الوسط خداتو فرنسا، الصحراء خداتها اسبانيا، وفي القاع عاوتاني كاين فرنسا. في وسط هذه الروينه ديال التقسيمات غادي يكون محمد بن عبد الكريم الخطابي جمهوريه الريف. علاش كونها وشنو كان باغي بهذه الجمهوريه؟ واش كان باغي يستقل على الحكم المركزي؟ هادشي هو اللي غادي نعرفه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.